عرفنا امبارح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعت خولة تخطب له اتنين. الاولى هي سودة والتانية هي عائشة بنت ابي بكر. ولو انت مش عارف احنا فين، فاحنا هنا بنتكلم عن قصص سيدات بيت النبوة كل يوم الساعة 5. شوف الحلقات اللي فاتت وتعالى عشان تكون فاهم احنا فين بالظبط. والنهاردة هنتكلم عن حبيبة المصطفى الصديقة بنت الصديق، حبيبة الرسول عائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وخطب السيدة عائشة وهي عندها 6 أو 7 سنين، ساع قيمته 50 درهم. وطبعا ابو بكر كان اول من اسلم من الرجال، ده بجانب مكانته في مكه وقتها. اسلم على ايديه كتير من الصحابه زي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، ومعظم العشره المبشرين بالجنه كان اسلامهم على يد ابي بكر. اما بقى لام السيده عائشه فهي ام رومان بنت المر الكنانيه، من الصحابات الجليلات. اتجوزت في الجاهليه عبد الله بن الحارث الاسدي، لكنه توفى. جوزها توفى، اتجوزها ابو بكر عشان تجيب له ولدين هم عائشه وعبد الرحمن. واسلمت في مكه زمان وهاجرت للمدينه مع اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفت في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنه 6 هجريه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت في قبرها: من سره ان ينظر الى امراه من حور العين فلينظر الى ام رومان. ونزل سيدنا محمد في قبرها. كده نكون عرفنا نسب السيده عائشه من الاب والام. بالنسبه بقى لفرق السن، فكتير قوي من المستشرقين بيلعبوا على النقطه دي، بس فرق السن ده في وقتها كان عادي. ان عبد المطلب كان متجوز هاله بنت عم السيده امنه في الليله اللي اتجوز فيها عبد الله السيده امنه اللي هو اصغر ابنائه. كمان عمر بن الخطاب اتجوز بنت علي بن ابي طالب وهو في سن اكبر من سن ابوها، فده طبعا كان شيء عادي في البيئه وقتها. بعد الخطبه فضلت السيده عائشه في بيت ابوها لحد ما تنضج ويكتمل نضجها عشان تروح لبيت النبي. وبعد كده حصلت الهجره، ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب بعت زيد بن حارثة المولى بتاعه لمكة عشان يصطحب بنات الرسول، ومعاه رسالة من أبي بكر لابنه عبد الله يطلب منه إن يلحق بيه ومعاه زوجته أم رومان وأبنائه أسماء وعائشة. وطبعا السيدة عائشة الفرحة ما كانتش سايعاها، مسافرة المدينة لزوجها وأبوها وهي عروسة. وفي المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهيئ البيت لعائشة، وقعد في قباء 4 أيام أسس فيهم أول مسجد في الإسلام، عشان بعد كده سيدنا محمد ياخد الناقة بتاعته وينطلق عشان تقف بيه الناقة عند دار أبي الأيوب الأنصاري اللي نزل فيه الرسول وبنى مسجده ومسكنه. طبعا كان في تنافس شديد جدا بين المهاجرين والأنصار إن هم يبنوا البيت والمسجد، لحد ما تم بناء مسجد المدينة وحوالي 9 حجرات وأبوابها كلهم بيفتحوا على ساحة المسجد. في واحد من البيوت دي أقامت سودة ترعى شؤون المنزل وتراعي بنات النبي وتسهر على خدمة بنات النبي فاطمة وأم كلثوم. أما رقية فكانت مع زوجها عثمان بن عفان. أما زينب فكانت مع زوجها أبي العاص بن ربيعة، ولسه الإسلام ما كانش فرق ما بينهم. بعد لما استقروا في المدينة عدة أشهر كده، سيدنا أبو بكر كلم سيدنا محمد إنه يتم الزواج اللي عقده في مكة من قبل 3 سنين. بالفعل سيدنا محمد لبى الدعوة واتجوزوا في شهر شوال. ونضجت عائشة في بيت سيدنا محمد. ومش بس كده، دي كانت بتنصح الأزواج يعملوا إيه أو إزاي يتعاملوا أصلا مع أزواجهم. وكانت بتتفائل جدا بشهر شوال وبتنصح النساء ان هم يتجوزوا فيه. عرفت بخفتها انها تسرق قلب الرسول، وكانت اول واحده تسرق قلب الرسول بعد السيده خديجه. لكن برضه حب الرسول للسيده خديجه كانت اكبر حاجه مضايقاها، وازاي هو شايف طفل السيده خديجه قدامه طول الوقت، بالذات كمان انها كانت كبيره في السن واكبر منه بكتير، زائد ان هي اللي خلفت له البنات والولاد وهو ما خلفش من حد غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهديها، وقررت ان هي تمارس الامومه مع بنات النبي. كل ما كانت بتفتكر ان هم اولاد خديجه ده كان بيمنحها وكان بيحول ما بينهم. كانت ام لعبد الله ابن اختها اسماء، عشان كده السيده عائشه كان اسمها ام عبد الله. ولما مات اخوها عبد الرحمن ابن القاسم وطفلته عشان تربيهم هي، عشان يقول القاسم عنها: ما رايت والده قط أبر منها. انها حاولت ان هي تستعين بعدم الخلفه عن مكانتها في قلب المصطفى. اتجننت السيده عائشه لما عرفت ان هو هيتجوز عليها حفصه بنت عمر، وانه ما اتجوزش على السيده خديجه ولا واحده طول فتره ال 25 سنه اللي عاشوا معاه. صبرت وحاولت تصاحب حفصه، وجي بعد حفصه نساء كتير جدا في البيت. لكن السيده عائشه كانت حريصه جدا انها تزود حب الرسول ليها.